باكر مع طرى النور. نبي نتوجه صوب قبائل السعدون وحلفائهم ونضربهم ضربة ما يقومون من بعدها. نبي نعلمهم منه بن رشيد ونحذرهم من اللعب معاه. وعقبها نرجع الحاي وننشر الأخبار إن ردينا لديرتنا، ونرسل عيوننا للكويت. إذا جتنا الأخبار إن الجماعة صدقوا نكسنا عليهم مثل الأحرار وخذينا قضانا من مبارك. لكن الأمر يبي له سرية وكتمان، ما نبي الأتراك يدرون ويتدخلون. وسعدون باشا يا طويل العمر؟ خلك من سعدون أنا مرسل ناس إن يرصدونه، وأظنه إذا سمع بهجومنا على قبائله بيرجع. إذا رجع طردناه لين نصيده. يا طويل العمر، وصلنا طارش من سعدون باشا ينخاننا. وينخاننا من عليه؟ ينخاننا على بن رشيد. يقول طارش ان بن رشيد هجم على قبايل سعدون باشا، ذبح رجاجيلهم ويتم عيالهم وسلب حلالهم. ويقول ان بن رشيد وصل قرب سوق شيوخ ويبي حاصر سعدون باشا. وسعدون باشا وينه فيه؟ يقول طارش ان سعدون باشا موجود في الخميسية قرب سوق الشيوخ ويبي منا الفزعة يا طويل العمر. يبشر بالفزعة وانا اخو مريم، وان شاء الله ما يصل بن رشيد وانا حي باذن الله. اسمع محمود، سم طال عمرك. ابيك من فجر باكر انت وسالم تاخذون جيشكم وتتبعون بن رشيد الى السماوة وتاخذون طريق جريشان، وانا باخذ الجيش اللي معاي وبتوجه لفزع السعدون في الخميسية عن طريق الزبير. بلغوا الجميع يتجهزون المشي باكر عقب صلاة الفجر. ابشر يا طويل العمر. يا أمير، ليش ما ندخل الديرة ونهجم على سعدون وجماعته؟ امسك السعدون، ترى ما هو بالسهل، لأن سوق الشيوخ كلهم من المنتف يلي هم جماعة سعدون، واللي ما هو منهم متحالفين معاه. أنا أشوف إن نضيق عليهم ونهاجم أطراف الديرة ونغنم منهم ألين يتضايق سعدون ويطلع لي. وما تخاف الأتراك يعارضون عملنا؟ يا جماعة الخير اصبروا والصبر زين. ترى الوالي محسن باشا ما يحب سعدون وودهم بمن يخلصهم منه. اي بس يا طويل العمر، سعدون ما هو بعدونا الأصلي. سعدون ما هو إلا لعبة يحركها مبارك الصباح عشان يشغلك عنه ويورطك في مشاكل مع الدولة العثمانية. بهذه صدقت يا ابن إبراهيم، لكن كل شيء بوقته زين.
هلا. السلام عليكم. يا هلا بالشيخ مبارك. يا هلا. يا هلا باخوي وكل. يا هلا. يا هلا. يا هلا. يا هلا. 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 تفضل. تفضل. السلام عليكم يا طويل العمر. عليكم السلام. ها بشر، عسى سعدون تحرك. لا بالله يا طويل العمر، لكن جاك مبارك الصباح ب6000 فارس ودخلوا الخميسية اليوم العصر. والعلوم هذا من وين؟ من اخويانا هناك يا طويل العمر. ها وش الراي عندك؟ حنا ندور مبارك الصباح، والله جابوا لنا. انا اقول نصبحهم باكر الصبح. وانت وش تقول؟ حنا يا طويل العمر صحيح نبي مبارك وسعدون، لكن كنا نبيهم منفردين ما نبيهم مجتمعين، ونظن ان المكان يساعدهم علينا. والشور يا طويل العمر بعد امرك ان نسحب صوب حايل ونتحين فرصة ثانية. والله يا طويل العمر هذا ما هو براي، وان انسحبنا هالمرة تراهم يطمعوا فينا. انا اقول لازم نضربهم. أنا أشوف إن الأرض ما هي أرض حرب. نادوا بالجيش، المسير بظلام الليل.